قدور المنتخب المغربي كتب التاريخ البارح، اول هزيمه للبرازيل بعد قرن تقريبا على اول مقابله رسميه لعب المنتخب البرازيلي عام 1914. اول هزيمه ضد منتخب عربي، هذه المباراه رقم 24 للبرازيل ضد المنتخبات العربيه والهزيمه الاولى. وبالمناسبه البرازيل ضد المنتخبات العربيه سجل 76 هدف. برشا ناس تسال كيفاش المغرب جابت البرازيل. المغرب راهو نذكروا انه في كاس العالم ربح 27 مليون دولار من مشاركته في كاس العالم، دفع تقريبا بين المليون مليون ونص مليون اورو لجلب البرازيل. معهم طاقم التحكيم بالطبيعه صادق السالمي اللي كان متميز البارح. منتخب البرازيل كيف برشا اسئله على برشا ملاعبيه في المنتخب البرازيلي. فما ناس ما عرفوهمش، لا راهو برشا ملاعبيه ممتازين في البرازيل. الجيل الجديد نتاع البرازيل هذايا اللي لعب البارح، كيما مثال نحكيو على رافائيل فيغا لاعب بالميراس، فيتور روكي، اندري سانتوس لاعب فاسكو دي جاما، يعني ملاعبيه ممتازين برشا. ناس قالوا انه المنتخب المغربي لعب ضد البرازيل الثانيه ولا الثالثه، مش صحيح راهو مش صحيح. ديجا لعب كاسيميرو، لعب يدير ميليتاو، برشا روجر ايبانيز، ويفرتون حارس بالميراس. راهو قدور كي نقولوا الدوري البرازيلي راهو اللاعب المحلي البرازيلي لا يقل اهميه على اللاعب البرازيلي الاوروبي، بالعكس ممكن نجم تلقى مواهب كبيره في البرازيل. نيمار ترشيحته كانت في سانتوس بالنسبه للمنتخب البرازيلي يمين راهو توا تسمى المنتخب البرازيلي نون انستانس مادام مشكله في المدرب، مشكله في المصحيح. توا انشيلوتي الاكثريه لانشيلوتي مالجري راهو امين سامحني عندهم مدربين برتغاليين في البطوله البرازيليه ممتازين برشا، ابل فريرا، فيتور بريرا ممتازين برشا، ما نحبوش يتعاقدوا معاهم. فهمش ارقام مباراه البارح ماليه بالنسبه لدخول الجماهير ملعب ابن بطوطه بطنجه. لا هما مازالوا ما قالوش على الارقام الماليه، ولكن اعلنوا على الفلوس اللي دفعت باش تجي البرازيل اللي هي تعتبر رقم كبير معناها. حتى المربوح المرابيح باش تكون كبيره كبيره ودور الاقتصادي كبيره تنجر راهي دارت ودرجه سيت اون ديستيناسيون توريستيك. لا وشوف حتى انت كان ما في بالناش في المغرب مستحيل واحد كان يتوقع انه مش كنا في بلد اوروبي ولا في بلد دافع، اما المغرب صحيح وبكل سهوله زاد المغرب. بالنسبه للمغرب كفريق كمنتخب المغرب توا بالي اخر بالي انترناسيونال يصارع مع الكبار حتى اداء مميز، اداء ونتيجه بصراحه. البارح ممكن نشوفوا سفيان بوفاي بالليل الخنوس اللي هو يعتبر اصغر لاعب في التران البارح يلعب على راحته ويويت ويراوغ بيدير ميليتاو ورابع العالم. الانفراستركتور نقولوا في افريقيا المغرب وجنوب افريقيا والبقيه مصر زاد وصدق السالمي باش تحكي عليه انت سي محمد. كيفاش؟ صدق السالمي الحكم اللغز صدق السالمي بصراحه امس قوه شخصيه، حكم امس على جميع المستويات، متالق على المستوى البدني، على المستوى الذهني، على المستوى الفني، على المستوى البسيكولوجي. تحضير المقابله تحسه مرتاح والله، كمش مد ورقه وستيلو. انا بعدين خليتها فارغه، ما لقيت له حتى خطا، ما لقيت له حتى خطا. معناتها حكم متميز. علاش نقول اللغز؟ خاطر صدق السالمي صدقني كان خليناه في ماتش الكلاسيكو يخرجوا خير من ريكاردو، الحكم الدولي ريكاردو. معناتها تحس بحكم فضيحه في الكلاسيكو لما تديش تشبط فيه ومديش نمشي والفار عاد والفار فما فضيحه تو عاد ما نروحوش كان بعد شقه تطر على الهواء. فما فضيحه في الكلاسيكو، فما فضيحه في الهدف بتاع الريال، في هدف الريال بطبيعه الحال. نحكي فيها. نكملوا على الصدق السالمي. صدق السالمي ابهر الناس الكل اللي تفرجوا واللي تابعوا المقابله بادائه على جميع المستويات سورتو لي بلان. صدق السالمي بربي خلينا نشوف النسخه هذه والفيرسيون هذه بتاعك انت اللي هي فيرسيون زيرو فات، نحبوا نشوفوها في تونس. نتمنى نحبوا نشوفوها في تونس. ماذا بينا كي تجي مطار تونس كارتاج فما ماتشات كمل بالفيرسيون هذه. فما ماتشات ديجا حكيت فيهم انت سي محمد وقلت لغز. اليوم دقائق قبل بجمعه نقدت وكل شيء، بعد بجمعه مباراه اكسبسيونيل. هل هذا مطمئن؟ هل هذا مطمئن قدور؟ لا كونستانس. هل يمكن للجمهور التونسي ان ينسى مقابله اتحاد بن قردان وقوافل القفصه ذات رمضان مقابله تاع باراج؟ هل يمكن للجمهور التونسي ان ينسى مقابله الترجي التونسي ونادي صفاقسي في 2017 او 18؟ هل يمكن للجماهير الرياضيه ان تنسى مقابله النادي الافريقي والملعب التونسي الموسم قبل الفارق وضربه جزاء صابر خليفه؟ ولكن هل هذه انت تشوف الحكم هذا عنده كل شيء باش يتميز بطبيعه الحال، يتميز ضد المغرب مع البرازيل والمغرب بالطريقه دي. حكم عنده لي توف ولي كاليتي هذوما يجم يزفر لك اي مقابله. ما خبيش نقول انا معناتها نمشي لك التوب دي توب. اي مقابله فيها رهان، اي مقابله
فيها اونجو، اي مقابله فيها ليتيج راهو يخرجها الى بر الامان واضح. بسلام وبلا جاه. لا وراو صادق السالمي خارج الحدود التونسيه، ستان اربيتر انترناسيونال معنا فيما نقولوا. انا ماذا بيا الكوبي هذيك الانترناسيونال تزفر في تونس تونس. يتيح له الهواء. تجي تونس لازم يزفر بالكوبي انترناسيونال، ما فهمتش علاش. بتقدر في تونس فما استسهال سي محمد، بتقدر في تونس فما تعالي، خاطر اللي شفته انا ماتش المغرب لا والبرازيل. مش هذا، لا مش لا هذا. لا 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 فما ما حسابات، فما حسابات. لا لا ما ما تدخلش لازمناش تفاصيل. اناليز الحكايه. لا لا ما ندخلوش انا أكثر. نسال انا نسال خلينا تو في شنو اللي يخلي الايجابي، وقت أربيتر؟ اللي تم سلبي تو نحكيو عليه. خلينا في الايجابي. الايجابي اني ابهرت البارح فوالا. بالصدق السالمي. يعطيه مش الصحة. ساهل راهو. شجعوا. فرحت وما فرحتش، فرحت على خاطر عندنا نسخه تاع حكم فيه إن شاء الله- خصال إن شاء الله كي يجي ومميزات تونس. عالميه. فوالا ما استغلهاش في تونس. صحيت عليه الخامه هذه والطاقات هذه، ومازال قدامه السنوات راهو مازال قدامه. وراهو كيف يجي يستغل المونديال كيف قادمه. يستغل طاقاته في تونس وفي الشامبيونات بتاع تونس، راه كورتنا تتحسن وتتطور. وراو قدور معاك مين نختموا معاك. وراو قدور مش سهل انك توقف اليكس تيليس اللي لعب في تركيا، لعب في اجواء صحيح. ياسر صعيبه، لعب في لعب الكالشو، ديجا ضد تونس وتوقف وفي كاسيميرو عند حد، وتوقف روجيري فايناز. مش سهل راهو باش توقف المنظومه الكل، وفينيسيوس وغيره وغيره. فالصادق السالمي كلمه برافو البارح، واداء ياسر متميز خاصه على المستوى الشخصي. ربي يكلم على البونتو اللي تمركل للمنتخب المغربي واللي تسجل على شفت الهدف اللي قبله بونو لو كان تسجل على حارس من حراس المنتخب التونسي نتاعنا بن ظفرين راهم ذبحوه، وراه البلاتوات الكل تخدم عليه. واضح صحيح. يعطيك الصحة محمد أمين خنوش، رمضان كامل باش تكون معنا في سبور انتر ناسيونال. زلنا في سبور انترناسيونال الفضيحه نتاع الفار مرة أخرى. تحية كبيرة أنيس عبد القادر برجلبان. لا اعطينا اسمها ثقفنا، مازال عندنا دقيقة، ثقفنا مازال عندنا 6 دقائق. لا أنت توقيت ثقفنا يرحم والديك. للمستمعين اعطينا فلاش لازم يسمعوا علاش فضيحة. سي محمد، الفار لقطة الفار بتاع ريال مدريد فقط في دقيقة، في دقيقة أقل من دقيقة. في دقيقة. الجرافيك اللي صار في غرفة الفار اللي ألغى هدف الريال الثاني، معناتها الجرافيك والبروجيكسيون تاع الملاعبية وقت بالخطأ. عندنا المدافع برشلونة، انا ما نسميهمش لاعبين برشلونة، ما نعرفش شكون شو اسمه مغمورين فوالا. البروجيكسيون عملوها من الدمي مونش بتاعه، بينما المهاجم عملوها من الاكستريميتي نتاعو اللي هو غير منطقي وغير مقبول. دونك لازم البروجيكسيون بتاع الديفونسور تكون من اخر اليد نتاعو، خاطر الديفونسور كوندي المدافع كوندي. ولا ما نعرفهمش انا لاعبي برشلونه للامانه. يحب يقول لك لان ما نعرفهمش. لكن لا بروجيكسيون دي جوار كان شكون اللاعب نتاع الريال اللي في الوحده؟ اسينسيو كان اللي ماركا اسينسيو في السوبر. القيمه نتاعو هكا ذهاب واياب، تربح برشلونه ريال مدريد مش 3 مرات ربحنا. نقطه استفهام كبرى. خلينا نكملوا نقطه استفهام كبرى على الجرافيك اللي وقع في غرفه الفار اللي كي فوسي لو ريزولتا، كي رونفيرسي لا تابل حتى في السكور. واضح. يعطيك الصحة. وهذا سي محمد في ايطاليا مشكلة على فكرة الجرافيك، تنحكي في مرة أخرى برشا أخطاء في جرة الجرافيك في إيطاليا، برشا أخطاء تصير في جرة الجرافيك نتاع الفار. واضح. والخواتيم 2-1 للبارسا. باش تلعبوا قدور بالثلاثة ولا بالأربعة؟ مش هي نتيجة مغلوطة قدور، مش يعاقبوها عامين برشا يظل. تو نحكيو الجمعة الجاية. المرة الجاية نحكيو العقوبات تاع برشلونة والمباراة المقبلة باش نعاودوا ننتصروا أمام ريال مدريد. تحية لكم الناس الكل، تحية لمخرج الحصة عمر رهماني. صحة فطوركم بالمسابقة طيبة للناس اللي تسمع فينا.